تتحدث البطولات الأوروبية عن تأثيرها الكبير على مستوى اللعبة، وكيف تعكس القوة التنافسية بين الفرق الكبرى. هذه البطولات ليست مجرد مباريات، بل هي ساحة تتصارع فيها الفرق لتحقيق الإنجازات والتفوق. في هذا السياق يتألق دور اللاعبين الشباب في المنافسات، حيث يؤثرون بشكل حاسم على نتائج الفرق. إن تطوير المواهب الجديدة أصبح ضرورة ملحة، مما يعكس أهمية استثمار الأندية في الفئات الشابة. كما يسلط الضوء على كريستيانو رونالدو الذي يعتبر مثالا للأداء المتميز في مواسم متعددة، مما يجعله واحدا من أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ. إن قصته تعكس الإصرار والموهبة التي تستحق الإشادة. وفي إطار آخر يتم تناول كيفية عودة اللاعبين إلى مستواهم بعد فترات من الانقطاع. يظهر ذلك أهمية التحفيز والتدريب المستمر، حيث يجب على اللاعبين تجاوز التحديات للوصول إلى مستوياتهم المعهودة. إلى جانب ذلك يتم ذكر اللاعبين الرئيسيين وتأثيرهم في المباريات، مثل توماس باراتي وفيليب فيرويس. يتضح من ذلك أهمية الأدوار الفردية داخل الفريق، وكيف يمكن للاعب واحد أن يحدث الفرق. بالإضافة إلى ذلك تناقش الأحداث الهامة في البطولات الأوروبية وتأثيرها على الفرق. تشير هذه الأحداث إلى المنافسة الشديدة التي تشهدها ساحات كرة القدم، حيث يسعى الجميع لتحقيق المجد. كما تم مناقشة تدخلات اللاعبين وتأثيرها على مجريات المباراة، إذ كانت هناك جدل حول صحة القرارات التحكيمية. في هذه الحالة كان التركيز على تقنية الفر حيويا لضمان العدالة. وفي حديثه قام المعلق بمدح أداء حراس المرمى، خاصة تشيزني الذي قدم انقاذات رائعة خلال اللقاء. كانت تلك اللحظات حاسمة في الحفاظ على نتيجة المباراة وإشعال حماس الجماهير. كما تم تسليط الضوء على مهارات اللاعبين مثل كريستيانو رونالدو وجريزمان، وكيف أثر تحركاتهم على التكتيك العام للفريق. إن أدائهم لا يقتصر فقط على الفردية، بل يساهم في الضغط على الخصم بشكل فعال. وفي سياق آخر شهدت المباراة غياب ديبلا وكوستا بسبب الإنذارات، مما أثر على أداء يوفنتوس. أصبح الفريق بحاجة ماسة لتعويض هؤلاء اللاعبين في المباريات القادمة لتعزيز فرصه. تألق الدفاعين في المباراة كان واضحا، حيث لم يتمكن أي من الفريقين من استغلال الفرص المتاحة. إن قوة الدفاع كانت السمة البارزة التي ميزت اللقاء وأثرت على خطط الهجوم. رغم عدم تسجيله أهدافا، قدم رونالدو أداء مميزا، حيث كانت محاولاته المستمرة تعكس إرادته القوية لتحقيق الفوز لفريقه. إن تأثيره على المباراة لا يقتصر على الأهداف فحسب. تمت مناقشة لمسات اليد وتأثيرها على قرارات الحكام في المباراة، مما أثر على نتيجة الشوط الثاني. كانت هذه اللحظات محورية في سير اللقاء، حيث تجسدت فيها اللحظات الحاسمة. كما تحدث عن كريستيانو رونالدو وتأثيره على أداء اللعب، حيث سعى لتقديم الثقل خلال الشوط الثاني. كان لديه محاولات هجومية قوية، إذ أظهر مثابرة لا تصدق. ناقش التحولات التكتيكية للفرق، حيث كان لدخول اللاعبين الجدد تأثير واضح على مجريات المباراة. كانت هناك تغييرات استراتيجية بديعة من المدربين للمحافظة على حظوظ الفوز. كما كانت الركنيات مهمة في المباراة، حيث أسفرت عن أهداف حاسمة. استغل المنتخب الأورغوياني هذه الفرص بشكل جيد لتعزيز تقدمه على فرق قوية. جريزمان ومورتا كان لهما دور بارز في الهجوم، ورغم عدم تسجيلهما أهدافا، فإن جهودهما ساهمت بشكل كبير في خلق الفرص. إن الأداء الجماعي كان واضحا ومؤثرا. تبديلات المدربين كانت استراتيجية للغاية، حيث أدخل برناردسكي لتعزيز الهجوم بعد هدف الأورغواي. هذا يشير إلى أهمية التبديلات في تغيير مجريات المباراة وتعزيز الفرص. استمرار الأداء العالي والتركيز من قبل لاعبي أتلتيكو ساهم بشكل كبير في تحقيق الفوز. كانت المباراة تتطلب جهودا مكثفة من الجميع للحفاظ على الزخم والانتصار.